العضلات اللي عمالها تظهر لعبة الاهلي في تونس دي. 5 حرام عليك، اعطي له 5 يا عم مش بنحسد، هما بياكلوهم ايه هناك بس؟ شوربة المجادم اللي تقولوا عليها كوارع. وانا عارف ان ريبيرو اول ما جه النادي الاهلي ما كانش راضي عن الحاله البدنيه للعيبه، بس ما توصلش ان انت تعملهم العضلات دي. شراوي بعت لنا فندم ولا ايه؟ وكان دايما في خلاف ما بين جمهور الزمالك والاهلي بسبب حوار الكتله العضليه ديت، وكان اكبر مثال امام عاشور كان جاي من الزمالك كتلته العضليه كبيره ولا لعيب مصارعه، الا ان بقى لما جه النادي الاهلي كتلته العضليه دي خست. ربنا يكرمه يا رب يا رب. فبدأ جمهور الزمالك يقول لك لا ده نادي الزمالك احلى في حته التأهيل والتجهيز البدني ديت، ولكن بقى اللي ما تعرفوش ان العضلات ملهاش علاقه بالتحمل والقوه البدنيه. لا هتغلط هنغلط يابا، مش عايز غلط بالصلاة على النبي. لوكاكو في 2018 ليه تصريح شهير كده اول ما رجع لمانشستر يونايتد، كان مع منتخب بلجيكا في كاس العالم، فالمنتخب بلجيكا برضو اهتم بقصه الكتله العضليه والحركات ديت، فالكتله العضليه عنده زادت، فده حصل له مشكله في اليونايتد. قال لك ان هو صحيح كان في قوه بدنيه ولكن ما كانش في قوه تحمل، كان في بطء في الحركه وحاجات كتير كده خاصه بالكتله العضليه. وده من وجهه نظري الشخصيه، مثلا انا ما بحبش الكتله العضليه عند اللعيبه. ادام تراوري ده ماشي لكن احتفاظه بالكوره قليل مقارنه بحد زي ميسي مثلا. فانت القوه العضليه ملهاش علاقه بقصه لياقتك في الملعب، لان انت مش لعيب مصارعه. دايما بتقول ان لكل مركز تمارينه الخاصه وعضلاته برضه. انت بقى مع حوار الكتله العضليه دوت ولا انت اللعيب النحيف؟